المخرج الكبير محمد خان. ولقد اتخذت قراراً أريدكم جميعاً أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماماً ونهائياً عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. شخصية مصرية أصيلة، ما أن تجلس معه حتى تشعر بأنه صديق وأخ، وكأنك تعرفه منذ زمن بعيد. كل الشرايط والملفات اللي من النوع ده هولع فيها بنفسي. مصر داخله على عصر الحريه يا سيد سامي، وهتفتح كل نوافذها على العالم الحر، لأن مصر حرة والمصريين أحرار. استطاع من خلال ما قدمه أن يسطر اسمه ولسنوات طويلة في تاريخ السينما المصرية. كل أعماله تعبر عن أحاسيسه بالوطن والبيئة بالشارع والقرية بالبشر الذين يسكنوا هذه الأماكن. The great director محمد خان. في ليلة 22 يوليو كنت مطلع على موعد قيام الثورة. الناس بتقول ايه عن المعركة؟ بيقولوا ان احنا مش هنحارب. كويس كده، تبقى السمكة بلعت الطعم. هي عركة في خمارة يا واد، الموضوع لازم يدرس كويس، والأهدى والأذكى واللي معدته جاهزة هو اللي هيكسب. اتخذت القرار على بركة الله. بعد أن أفقدت العدو قدراته وتوازنه في 6 ساعات. هو مصري المولد والنشأة، رغم أنه لم يحصل على هذه الجنسية إلا مؤخراً قبل وفاته بعامين. أنا سعيد بحاجة واحدة، إنها جات لي في المرحلة التاريخية بتاعت بلدي. 1 2 إنها جات لي، يعني منحت لي، وده شيء جميل حد ذاته. نشأ وتزامل مع صديق الطفولة الفنان المبدع مدير التصوير سعيد شيمي. سعيد شيمي ده الطفولة، يعني عارف، يعني يمكن إن إحنا في السبعينات دلوقتي ولا زلنا مع أصدقاء حميمين يعني أمه لما كانت حبلة وأمي حبلة كانوا أصحاب. إيه ده معقولة؟ انا محمد خان ابتدى معايا يميني، ما عرفتش محمد خان ده اللي بعدين. ده صديق العمر، يعني ايه، العمر جري والصداقة جريت والأحلام تحققت وأحلام لم تتحقق، وأتمنى يعني إن احنا الشوية اللي فاضلين من عمرنا إن احنا نكون سعداء مستورين بصحة جيدة. وللمخرج محمد خان عن مهرجان الإسكندرية ذكريات. أول جايزة ناخدها لضربة شمس إنتاج نور، فاهمني؟ وقشينا الجوائز لمهرجان اسكندرية الأول. وعن عشقه للإسكندرية حكايات. نمرة 1 أنا خدت جايزة فيه، في علاقة طويلة يعني. هو مهرجان جميل لأن حواليه بحر وأنا بحب البحر. المخرج المبدع محمد خان، شاعر السينما الواقعية، مبدع الشخصيات الثرية، وصانع مجموعة من أجمل الأفلام المصرية، عاشق الشاشة الفضية، صاحب النظرة السينمائية المختلفة التي تجلت في روائعه، زوجة رجل مهم، خرج ولم يعد، أيام السادات، عودة مواطن، وفي شقة مصر الجديدة. أفلامي قيمتها من سنة لسنة بتزداد. الأفلام كان بصدق كبير قوي تتطور مع المدينة بتاعتي اللي بحبها اللي هي القاهرة.
فلو تبص لها من اول ضربه شمس وطالع توصل لها في بنات البلد اللي جاي، هتشوفي قد ايه هي سجلت القاهره والناس اللي فيها ومشاكلهم بحب كبير قوي وساعات بغيظ.